عندي محاضرة اونلاين كمان شوية، انه ازاي الواحد بيوازن بين انه يكون منتج، انه دايما بدور على الهدوء والسكون. عملت الاندومي ده اللي بجد هيخلي طعمه مليون مرة احلى. اللحظة دي بتكون بجد عودة للواقع. بعد يوم طويل بين الشغل والجامعة مفيش حاجة بحبها أكتر من اللحظة دي، لما أخيرا أوصل البيت. حاسة إن دماغي دلوقتي زحمة شوية. في لحظة زي دي كل اللي ببقى محتاجاه هو شوية هدوء، حتى لو دقايق بسيطة. النور الرئيسي بتاع الأوضة قامت قاعد عشان أختي عايدة. المهم، أول ما بوصل للحظة دي إني بسيب كل حاجة برا دماغي، كل حاجة تقيلة بسيبها، ما بفكرش فيها. كل اللي بفكر فيه اني بس اخلع اليوم من دماغي واني بس ارتاح. بحاول اقنع نفسي في الوقت ده ان كل الضغط والدوشة اللي كانوا في اليوم خلاص خلصوا، وان الوقت اللي جاي ده وقتي انا، الوقت اللي هرتاح فيه وهستمتع فيه، مش هفكر في اي حاجة ضغطاني. ده بس وقتي، حتى لو الوقت ده ساعة واحدة بس. لحظة هدوء كده شوية مع المية، خصوصا بعد اليوم الحر ده. النهارده كان حر. في الوقت ده بعمل لي حاجة اكلها لما بكون جعانة، او يا اما باكل حاجة من البيت. بس مش عايزة اكل حاجة من البيت النهاردة، عايزة اكل اندومي، مع اني مش بحب اكل اندومي كتير، بس النهارده نفسي رايحاله. وكمان عشان لقيت حاجة اخويا الصغير بيعملها في الاندومي بتاعه، وكده كده اصلا يعني انا عندي اندومي بقاله كام يوم. Hold up. Wait a minute. عندي ده بقالي كام يوم. دايما بجيب لو جبت اندومي عشان قليل خالص، لما بجيب اندومي بجيب اللي هو الحجم ده، عشان الحجم الاكبر من ده انا مش باكله. يعني انا باكل ده بالعافيه وبسيب منه كمان، لان انا مش بحب الاندومي قوي. غير بقى لو انا في المود بقى ممكن اعمل معاه، احط عليه فراخ او لحمه على حسب وقتها. بس انا مش بحب الاندومي قوي، فعامل لي اندومي سريع وهحط عليه صوص بقى. ياسين اخويا الصغير لما لقيته بيعمله بالطريقه دي حبيته جدا، فهنعمله دلوقتي. وبحب كمان ان اجي ارجع اعمل حاجه انا بنفسي من بعد الشغل، لان المطبخ بيهديني. ودي حاجه غريبه لاني بكون داخله تعبانه. فكره اني بجهز اكل عموما ايا كان الاكل ايه، اندومي اللي هو مش اكل اصلا، اللي هو 10 دقايق وبيبقى سريع جدا. بس برضو فكره ان انا بجهز اكل لنفسي او ساندوتش او ايا كان، ده بيحسسني اني بفصل شويه عن كل حاجه. وبحاول دايما اتعامل مع اللحظه دي ببساطه، من غير ضغط، من غير تفكير في بكره، من غير اي حاجه. انا بس بجهز اكلي عشان احضر نفسي للحظه اللي انا مستنياها في اليوم. عملت الاندومي، سر في انه طعمه حبيته قوي الفتره بصراحه الاخيره شويه، عشان ما كنتش باكل اندومي اصلا. هو ده اللي بجد هيخلي طعمه مليون مره احلى. دبس الرمان. تيست سبراي اكيد انتوا عارفينه، بس انا يعني دبس رمان بيديه طعم احلى قوي، بجد تحفه. لقيت في بيض مسلوق، فافتكرت صاحبتي، من صاحبتي وهي بتقول لي نفسي اكل بيض مع اندومي، فاللي هو يا بيض مع اندومي. بعدين لقيت اختي بتاكل البيض مع اندومي، بيض مسلوق، وقلت خليني اجرب بما اني بقيت بيض مسلوق، عشان اجرب كده الطعم مع البيض المسلوق هيكون عامل ازاي. طعمه حلو مع الاندومي. الوقت ده بقى بالنسبه لي ده وقت الكومفورت الحقيقي بالنسبه لي، اني اقعد اكل واسمع مسلسل بحبه. حتى لو شفت المسلسل ده مليون مره بكون مستمتعه جدا برضو. باحس إن اللحظة دي بتفصلني تمامًا عن يومي. ممكن حد يشوفها بسيطة، وإن ممكن دي بالنسبة له حاجة over شوية، بس بالنسبة لي دي بتكون طريقة أقول بيها لنفسي إنه خلاص اليوم خلص، وإن ده الوقت اللي خلاص اللي أقدر أرتاح فيه. Power saw kind of got away from me there. Calm down. Do you want this unit or not? Oh, you should have told me that before. Here, okay, I'm going to my. What's the matter? Hey, somebody want to hand me one of those tiles?
النضارة كانت هتنكسر، أنا لسه مصلحاها. دلوقتي هاقعد أعمل skin care. بالنسبة لي الskin care مش مجرد بس اللي هو أنا باعمل skin care لمجرد إن أنا باعمل skin care وباهتم ببشرتي وكده يعني، أو اللي هو مجرد باستخدم خطوات أو أستخدم 100 product على وشي. أنا الskin care من منظوري حاجة تانية، هو من منظوري وقت صغير كده باديه لنفسي، اللي هو أنا باخلق وقت لنفسي في يوم زحمة، في ضغط، في شغل، في جامعة، في حاجات كتير، بس برضه باقول لنفسي إن هو أنا مهمة وفي وقت كده ليّا، لإن أنا لو ما اديتش الوقت ده ليّا هاحس إن أنا مهملة وإن أنا مش قادرة وخلاص أنا مش هاعرف أكمّل، وباحاول في الوقت ده أخفِّف على نفسي ضغط اليوم، وإنه أنا مش ناسية نفسي، لإنه once إن أنا أحس بده مش هاعرف أكمّل في طريقي أو في اتجاهي، أو مش هاعرف أكمّل عمومًا، واللي هو حتى لو اليوم كلّه كان ضغط أنا باحاول أعوّض ده بلحظة اهتمام بسيطة، ومش لازم أكون perfect بس على الأقل أكون لطيفة مع نفسي. فده الskin care بالنسبة لي. غسلت الجواشة كويس، اللي بيستخدموا الجواشة يا جماعة حاولوا دايمًا تغسلوها قبل وبعد الاستخدام. الفترة ديّة عندي حبوب مش باينة على الكاميرا بس هي بقايا حبوب، فقربت تروح يعني، بس كل ما باعملها بالجواشة بتلتهب، باحس إن هو كل ما بتهدى يعني باعملها لمّا باكون خلاص باقول خلاص هي راحت ده بس آثار، وبعدين باعملها ألاقيها التهبت، تخلّيني أهدى خالص ما اعملش الجواشة خالص لغاية أمّا تروح، فأنا اليومين دول بس باعمل المنطقة دي بتاعة رقبتي. وبس بعد ما باعمل جواشة باحط مرطب وخلاص كده. المفروض بقى أقول الaffirmations عشان ما قُلتش الaffirmations بتاعتي النهارده خالص، هاحطها فوق المراية، عايزة أقولها. أعتقد قرّبت إن أنا أحفظها من كتر ما أنا اللي هو باقولها كل يوم، فأنا بقيت حافظة شوية منهم لإن هُم كتير بصراحة، أنا باقول affirmations كتير. المهم ما علينا، skincare is done. دلوقتي عايزة أعمل journaling، بافكر أحط الeye mask ده وأنا باعمل journaling عشان حاسة إن عيني فيها تحت عيني مرهق. should I stay؟ أخلّي ده جوّه والّا برّه؟ شكلي غريب أوي. مش عارفة ليه بانسى دايمًا المفروض أسيبه قد إيه، من 20 ل30 دقيقة، نكون عملنا journaling واستغلينا الوقت. أنتم أكيد بقيتوا فاهمين الjournaling بالنسبة لي بقى إيه، وإنه قد إيه جزء من يومي، وإنه بجد بيكون وسيلة إني أطلّع بيها كل اللي في دماغي، وإن يكون كل اللي في دماغي موجود قدامي على ورق. باحب أعمل ده أوي عشان بس كمان أعرف أنام من غير ما الأفكار تفضل تلِف وتدور في دماغي وتخلّيني مش عارفة أنام. حسيت إن الدنيا هادية ودي حاجة مش طبيعية وأنا بjournal. أدركت إن أنا مش مشغلة الplaylist بتاعتي، العدسة دي كانت مدشدشة بس صلحناها. ما كنتش أصلحها إن أنا كنت باحس إن أنا متعايشة من غيرها، بس لما الصداع بدأ ييجي كتير حسيت إن لأ النضارة أنا محتاجة نضارة، وبجد فرقت معايا في إني باقعد قدام الكمبيوتر كتير، باستخدم لابتوب، باقعد قدام شاشات كتير عمومًا، ده بسبب الشغل مثلًا فباستخدم شاشات كتير، فأدركت إن أنا محتاجة النضارة فصلحتها. مش عارفة ألبسها وأنا لابسة وأنا حاطة البتاع الeye mask ده. عندي محاضرة أونلاين كمان شوية، اللحظة دي بتكون بجد عودة للواقع. شكلي غريب أوي، شكلي مريب. يمكن بيكون ده أصعب جزء من اليوم، إنه خلاص أنا فصلت ومش عايزة أفكر في أي حاجة تاني، بس بالاقي فجأة بس باحاول أفكر نفسي دايمًا إن كل مجهود أنا بابذله ليه هدف، حتى لو مش شايفة النتيجة دلوقتي.
المحاضرة بتاعة الأسبوع اللي فاتت اتلغت، وكنت بجد مبسوطة جدًا، وإنه خلاص أنا هاخد الوقت ده أنام فيه أكتر، كنت مبسوطة أوي بجد. هاقوم أعمل لي حاجة أشربها عشان نشوف المحاضرة دي. في حاجة كنت بافكر فيها، إنه إزاي الواحد بيوازن بين إنه يكون مُنتِج وإنه يكون مرتاح نفسيًا. باحس أوقات إن إحنا بنضغط على نفسنا زيادة، وبننسى إننا بني آدمين، بني آدمين عاديين بنتعب. يمكن أهم حاجة نعملها لنفسنا إنه نتعلم إننا نمشي بالراحة، وإنه مش لازم نجري طول الوقت. What's wrong bro؟ المحاضرة بتاعة النهاردة اتلغت. هي الدكتور مقالتش حاجة، بس الميعاد فات وحد سألها على الجروب وما ردتش، ف I think إن النهاردة برضه المحاضرة اتلغت، لسه هنعرف بعدين. بس عدى بتاع نص ساعة على الوقت. I think إنها اتلغت. اتلغت. مبسوطة جدا. هقعد استمتع بقى بالمشروب بتاعي واقعد اقرا لحد ما بنام. قبل ما بنام بحب اقرا شوية حتى لو صفحتين، لان بجد القراءة دي بجد اللي بتفصلني بقى عن العالم كله، وبتدخلني في حالة هدوء كده، كأنها ترانزيشن بسيط بين يوم كان مليان دوشة وزحمة وليلة هادية. اللي عارف شخصيتي هيفهم ليه انا روتيني بيكون كده، انه دايما بدور على الهدوء والسكون، عشان انا بحتاج الوقت ده. شخصيتي من النوع اللي هو يعني انا بحب ان اختلط مع الناس واشتغل واروح الجامعة وكده وكل ده واقابل ناس كتير وكده، في نفس الوقت بحس ان انا محتاجة وقت ليا لوحدي عشان اعرف اشحن ليوم تاني جديد، عشان اعرف اكمل الروتين بتاعي ده. اعتقد هو مقارب لشخصيتي جدا، فعشان كده تلاقوني دايما بحاول ان انا ادور على الهدوء والسكون في روتيني، واحاول اخليه يتواجد في روتيني. فانا كده خلاص يعني، بما ان بقى المحاضرة اتلغت، فانا هستغل الوقت ده ان انام بدري عن ميعاد نومي عشان انام لي وقت زيادة. بس قبل ما يخلص الفيديو عايزة اقول ان يمكن يومك كان تقيل، عديتي في حاجات تقيلة وحاجات محدش شافها غيرك، بس لو وصلتي لنهاية اليوم فانتي كده عملتي كفاية. مش لازم تكوني مثالية، مش لازم تكون كل حاجة مظبوطة، وبكرة فرصة جديدة لينا كلنا نحاول من جديد ونحاول تاني بهدوء اكتر. انا نسيت ان دي المفروض انا خلاص بقى هشيلها واقعد اقرا شوية.